حر الصيف ده مفيش أحلى من آيس كريم بارد ومنعش، بس مش أي آيس كريم. النهاردة هنعمل مع بعض آيس كريم بمكونات بسيطة وطريقة ولا أسهل، والطعم أحلى من المحلات. تجربة لذيذة كمان للأطفال وبشكل جديد ولكل الأسرة، من غير مكنة آيس كريم ولا مكونات خزعبلية. وعاوزة أفكركم كمان إننا عملنا الآيس كريم الاقتصادي بثلاث مكونات من الفاكهة والشوكولاتة، عجب الكل. صدقوني لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه. لو لسه ما شفتوش الفيديو بتاع الايس كريم فانتوا فايتكم كتير، يلا روحوا شوفوه وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا اعملوا لايك للفيديو ده، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي بالمقادير بتاعتنا على طول. في الخلاط هنزل بكوبايتين من المية، المكونات بتاعتنا كلها والطريقة في الخلاط. هنزل بكوبايتين من المية عليهم نص كوباية من الكريم شانتيه الخام. الكريم شانتيه الخام بيبقى بصراحة النتيجة بتاعته أحسن من اللي فيه سكر. وهضيف كمان معلقتين كبار من السكر الحبيبات العادي، ومعلقتين من الباستري كريم لو متوفر عندك. يعني لو انتي مش متوفر عندك الباستري كريم ما تعملوهوش، ما تضيفوهوش. هضرب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس جدا علشان يختلط معايا، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. الطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية لأبعد حد. هو بس كل اللي هنحتاجه نص كوباية من الكريم شانتيه، وأظن الكريم شانتيه مش غالي الفترة دي. هضرب كويس جدا لغاية القوام ما يختلط معايا والمكونات تختلط، وبعد كده هضيف معلقتين كبار من القشطة. احنا ما عندناش اللي هو وش اللبن، انتي هتضيفي وش اللبن عادي بس يكون متجمد. انا هضيف القشطة الجاهزة العادي، وهضرب تاني المكونات لغاية ما القوام بتاعي يتقل شوية. هفضل اضرب فيه شوية كده لغاية ما يتقل معايا. هو مش بياخد تجهيز وقت خالص، سهل وبسيط وسريع جدا. هيكون معانا بالشكل ده. شايفين؟ هاخد نص الكمية كده واسيبها ابيض، وبعدين نص الكمية التانية هنشوف هنعمل فيها ايه. لو لسه مكملة الفيديو معايا لحد هنا روحي اعملي لايك. انا معايا فراولة متفرزة في الفريزر، هاخد شوية منها وهضربها. ايه البدايل؟ ممكن تحطي مربى فراولة، ممكن تحطي السيرب اللي هو الجاهز بتاع الفراولة، بس انا حبيت استخدم حاجات موجودة في البيت، يعني مش لازم نروح نشتري السيرب ده. هاضرب بقى كويس جدًا لغاية ما أنعّمها معايا والقوام بتاعها برضه يتضبط، يبقى بالشكل الجميل ده. وبس خلاص هاجيب القوالب بتاعتي وهاحط الخليط فيها. حبيت أعمل شكل مختلف، دي قوالب سيليكون كده بتيجي في المحلات اللي هي بتاع المستلزمات والsticks ديّة معاها. ممكن كمان تجيبي العصيان بتاع الشيش طاووق اللي هي العريضة وتحطيها، بتخلّي الشكل جميل بصراحة. وبنعمل الآيس كريم sticks. هاحط بقى شوية كده من الخليط اللي هو بطعم الفراولة وشوية من الفانيليا، وهاشكِّل وهاعمل إيه، أشكال. لازم يدخل الفريزر مش أقل من 8 ساعات، الأفضل إن هو ليلة كاملة علشان يضبط معانا وما يفُكِّش ويبقى سايح كده والقوام بتاعه مش مضبوط. أقل حاجة 8 ساعات في الفريزر. ولمّا توزّعيه في القوالب، لو أنتِ هتوزّعيه في القوالب زي كده، لازم تغطّيه بورقة زبدة علشان إيه، ما يعملش عليه تلج، يعني علشان في الفريزر ما يعملش تلج عليه ويبقى شكله مش حلو. أنا هاهِز كده القوالب بتاعتي هزّتين علشان أوزّع الخليط بتاعي كويس. أنا باعمل كده أشكال مموّهة، عملت شوية بالفراولة بس، وشوية فانيليا على فراولة، وأهزّهم هزّتين كده وهاسيبه بقى على جنب يهدى إيه ويجمد شوية. شايفين؟ هاجيب بقى علبة بلاستيك وهاضيف بقى، هاعمل شكل يعني مموّه كده، أي شكل عشوائي. بس بصراحة كان طعمه جميل جدًا وعجب الأولاد، وحاجة سهلة وبسيطة مش بتاخد مننا تكاليف ومش بتاخد مننا وقت طويل خالص. هتعجبكم. والجو حَر والحَر هجم علينا، عايزين حاجة كده ترطّب على القلب. ما شاء الله، نُص كوباية من الكريم شانتيه عمل معايا الكمية دي كلّها. حاجة سهلة وبسيطة وسريعة جدًا، من الوصفات الجميلة. هاوريكم بقى الشكل تاني يوم، الشكل كان روعة وجميل. هنا طلّعت القوالب بتاعتي، شايفين كنت مغطياها بورق زبدة علشان ما يعملش تلج عليه. شايفين القوالب بتفُك بسرعة جدًا وسهلة، القوالب السيليكون دي ما بتلزقش. ده الشكل بتاع، هي الsticks دي صغيّرة شوية، ده اللي لقيته بصراحة. في حاجات بتكون أكبر، بس بصراحة الطعم بتاعها كان تحفة وعجبت الأولاد وشكلها حلو. عملنا شوية فانيليا وشوية فراولة والنتيجة كانت تحفة. هاوريكم دلوقتي كمان واحنا بنحطها في البولات. شايفين الشكل؟
الشكل كان جميل وعجب الأولاد أوي، هاوريكم بقى النتيجة بتاعة العلبة كمان عاملة إزاي. ما شاء الله الآيس كريم بيطلع معايا بكل سهولة وشكل مموّه وجميل، والكورات بتاع الآيس كريم حلوة جدًا ومتماسكة ونفس الشكل بتاع برّه خالص. يعني أنتِ لو يعني لو حد بتقدّميه لحد مستحيل يصدّق إن أنتِ عاملاه في البيت. شايفين بيطلع معايا بكل سهولة وجميل والكرات شكلها حلو. أنا كمان معلقة الآيس كريم بتاعتي ما كانتش موجودة التانية، دي اللي هي المعلقة اللي فيها دوران شوية فبتكون متعبة شوية إلى حدٍ ما غير التانية. ما شاء الله كان جميل جدًا وحلو وزي الفل. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد 10 دقايق تجهيز، والأولاد هيفرحوا بيها وهتعجبهم بصراحة، من الحاجات الجميلة اللي بتعجب الكبار والصغيرين. شايفين شكله تحفة إزاي؟ ممكن كمان تزينيه إن انتي تسيحي شوكولاتة بيضة وتستني عليها تبرد شوية وتحطي الستيكس فيها بقى سواء بالنص أو تغطي كله بطبقة من الشوكولاتة البيضة، بيبقى برضو طعمها جميل وتكون شكل بره. في أفكار كتير جدا للتزيين، وبكده نكون عملنا مع بعض آيس كريم بيتي لذيذ وطعمه روعة. بصراحة أحلى حاجة في الوصفة دي إن هي مش محتاجة مكنة، والمكونات موجودة في أي بيت. ومش بس كده، انتي كمان بتتحكمي في النكهات والإضافات. يعني لو بتحبي الشوكولاتة، أنا هجيب لكم كده مقطع من الشوكولاتة اللي احنا عملناها، ممكن تزودي كاكاو قطع شوكولاتة مقرمشة. بتحبي الفاكهة، هتعملي بالفواكه زي ما عملنا مع بعض بالمانجا والفراولة. بصراحة كان تحفة، النتيجة رائعة في كل مرة. تخيلي في عز الحر ده تجيبي الآيس كريم البيتي الجميل ده وتقدميه لولادك أو لضيوفك والكل يسألك جبتيه منين. وهنا السر إنِك عملتيه بإيدِك وبمكونات بسيطة من غير أي مواد حافظة أو ألوان صناعية، وطعمه صحّي ولذيذ في نفس الوقت. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت لو محتاجين إن أنا أعمل وصفات معيّنة أو نوع من الأكلات المعيّنة، اكتبوا لي برضه في الكومنتات وأنا هاعملها بإذن الله. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.